السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اصلح حالكم وحالنا جميعا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم امين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اذا كان رزقي في السماء فانزله واذا كان رزقي في الارض فاخرج. النهارده جبتكم معايا جولة واحنا كنا بنجيب شوزات من المحل. الكلام ده طبعا ايه، كان ليلة الوقفة تقريبا او قبل الوقفة بيوم، حاجة كده يعني. ده كان افتتاح محل اهوت. كنا ساعتها فين يا هنا؟ كنا في المنوفية. المنوفية بقت حاجة تانية. ده الشارع بتاع مامتي. المحل ده اصلا كان بيتفتح بيتعمل له افتتاح على باب الشارع بتاع مامتي انا. ده الشارع بتاع مامتي هيت، ودي المساكن اللي فيها مامتي هنا وكوكي اهو. كنا في البلد يا جماعة، المنوفية شبين الكوم. التاكسيات بتاعتنا خضرة في اصفر، بتاعت مامتي يعني عند مامتي. كنت بزور جوز اختي، عنده كانسر. عافاكم الله وشفاكم جميعا يا رب. محدش يدوق مرض ولا عيا في جسمه ابدا يا رب، لان العيا بيذل صاحبه، استغفر الله العظيم يا رب. العيا بيخلي صاحبه يعني بيبقى ما يعلم به غير الله سبحانه وتعالى. بجد بجد، لما تزور واحد عنده كانسر تحس فعلا بكلمة آي اللي بتطلع من قلبيه، من قلبه، بالوجع اللي هو حاسس بيه. هتؤمن جامد قوي 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 ان الدنيا دي ما تسواش اي حاجة. الدنيا دي ما تسواش كنوز الدنيا قدام صحة من صحتك، او قدام عافية من عافيتك، او قدام ستر من الله. ان تقول يا رب استرني واعطيني الصحة، اعطيني الصحة يا رب. فالصحة دي ما بتعوضش ولا بكنوز المال، ولا بكنوز المال كده تعرف تعوضها. الصحة ما بتتعوضش. ربنا يشفيه ويعافيه. اللي يسمع الفيديو دوت اتمنى ان هو يدعي لجوز اختي بالشفاء العاجل، ربنا يشفيه. لان الكيماوي صعب، الكيماوي بيهمد الاطراف، الكيماوي بيوقع الشعر، الكيماوي بيخلي الاطراف البني ادم مش حاسس بيها، بيحس بوجع فيها وبس، لا بيقدر يشيلها ولا بيقدر يدوس عليها. الكيماوي لما بيزيد البني ادم بيبقى ما يعلم بيه غير الله سبحانه وتعالى. ما بيعملش حمام زي الناس، عامل كولوستومة في بطنه من الجنب، بيعمل حمام في كيس بدل يعني كيس أعزكم الله. خارجي، اسمها كولوستومة يعني. استغفر الله العظيم يا رب. ربنا يشفيه من كل شر يا رب ويعافيه ويرحمه من اللي هو فيه يا رب، اللهم امين. ويزيح عنه الوجع والالام. الالم وحش، الا الام الكانسر والام الكيماوي. دي ألعن آلام في الدنيا كلها. آلام غسيل الكلى وآلام الكانسر، دي أكتر وجع البني آدم يتألم بيه في الدنيا كلها. ادعوا له اللي يوصل معايا لحد هنا، يدعي له دعوة حلوة من القلب. جزاكم الله كل خير. هنا كانت بتقيس بقى الشوز دون. ده اللي هي جابته للعيد. وكوكا عايزة تجيب أي حاجة وخلاص، المهم تستنفع بأي حاجة. طلعت لها برضو بصابوهاية كده بكروكس ب150 جنيه. عايزه اقول لكم المحل ده اسعاره جميله، بيبدا من 99 جنيه لحد ما انت عايزه بقى، يعني ايه، لحد الاخر بقى، لحد في 800، في 900، في 400، في 500، زي ما انت عايزه بقى. ايه، بتشتري بقى كل اللي انت عايزاه. كوكي جابت كروكس وانا جبت كوتشي وهنا جابت كوتشي، وروقنا على نفسنا كده. عشان ايه؟ عشان العيد. طبعا الفيديو ده جاي لكم متاخر، معلش انا اسفه. اسفه ليكم لاني انا لما رحت البلد قعدت كذا يوم، عبال ما رجعت كنت تعبانه جدا، كنت تعبانة نفسيا، تعبانة جسديا. اللي بيحصل في اليوتيوب بيخلي الواحد حاسس بان هو عايش في عالم اخر، عايش في عالم اخر. عايزة اقول لكم شبين بقى فيها شوية محلات، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني. يمكن الواحد لو عايش في شبين لحد الآن يعني يمكن كانت بقت الدنيا حاجة تانية معاه عن دلوقتي يعني. بس الواحد ما كانش يعرف طبعا الأماكن دي كان فيها المحل بملاليم، كان فيها حتة الأرض بملاليم. قسما بالله كانت حتة الأرض ممكن تعمل لها 30,000، 25,000. دلوقتي حتة الأرض بتعمل ملايين، يعني ال25,000 دولت بيعملوا ملايين. ملايين، مش ألوفات، لأ ملايين. يعني 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000. قطعة الأرض اللي هي الصغيرة اللي كانت ب250، يعني بقت ب25، طلعت 5 و200، يعني 25,000
حطي قدام 3 أصفار يبقى 250,000. أبو 250,000 دلوقتي تلاقيه ب2,500,000، حطي كمان 3 أصفار، وهكذا وهكذا وهكذا. طبعا احنا عارفين كلنا إن العقارات بقت الدبل، العقارات بقت الدبل. يعني الحاجة أم 300 بقت بمليون الحاجة أم 200 بقت بمليون كله بقى بيتكلم في ملايين. شبين الكوم المنوفية عند والدتي دي مش أرياف، دي مدينة، يعني الحاجة فيها غالية جدا. حتى أنا كنت بقول للبنات، لأن احنا ما عندناش طبعا مكان ننام فيه هناك، لما بنروح بنقعد عند أختي يومين 3 كده أسبوع، أي وقت بنقعد عند أختي، ما بنروحش فيه عند أي حد تاني. يعني هو ده المكان الوحيد اللي احنا بنروح نقعد فيه، عند أختي اللي هي الكبيرة. بنروح نقعد يومين 3 عند إخواتي الصبيان التانيين، بس يعني بنروح زيارة ونمشي، لأن ولادي بيستريحوا أكتر عند خالاتهم يعني. فالأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. أتمنى من اللي يخش الفيديو دوت ادعوا لنا دعوة حلوة، ربنا يرزقنا يا رب رزقا يتعجب له أهل السماء والأرض. في موضوع برضو كده حابة اتكلم فيه، في ناس بتضحك على الناس وتقول لها انا داعم وانا فلان الفلاني، ويطلع هو لا فلان الفلاني ولا هو داعم ولا اي حاجة خالص. حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص دخل عندي القناة وقال لي ان هو داعم اسمه كذا، بالتبلي على داعم كبير فعلا حرفيا على اليوتيوب، ويقول لي انا هجيب لك وهعمل لك وهدي لعيالك وهجيب لك وهدي لعيالك، ويقنع عيالي ان هو هيجيب لهم ويديهم، ويطلع وسخ وزبالة، ويطلع بني آدم قذر وعايز حاجات مش كويسة. أنا معرفش الناس دي بتيجي منين وأرقام غريبة بتيجي إزاي. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيأذيني أنا وولادي، أو اللي بيعشمني أنا وولادي. انت كراجل، كراجل محترم، ايه اللي يخليك تقل من نفسك وتخش عند حد تقول له انا فلان اللي هو الداعم الكبير اللي اسمه فلان الفلاني، وتبعت سكرين بالايميل بتاع الداعم الكبير كمان علشان تأكد كذبك، عشان تأكد ان انت هو. وانا عارفة ان الداعم الكبير بيدعم قدام الناس كلها وبيقول للقنوات الكبيرة انا دعمت فلانة الفلانية، اطلعي اشكريني او اطلعي اتكلمي او اطلعي قولي، وبيبقى قدام الناس كلها مش بيني وبينك وفي الخفاء. وفي الاخر يطلع كل ده اكذوبة من ضمن الاكاذيب اللي الناس بتكذبها على الناس. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من اذاني وكذب عليا انا وبناتي، في كل من عشمني وعشم بناتي وكذب علينا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد، ينتقم منك ربنا ان شاء الله، يلي جيت عشمتنا وخليت بينا في مرة 1 و2 و3. انا معرفش الرجالة دي اسمها رجالة بمسمى تحت مسمى ايه، كراجل انه يدخل يتكلم او يتبلى على الناس بانه فلان الفلاني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد، وكفى بالله وكيلا. ينتقم منك رب العباد يا رب، بحق جاه النبي وبحق الأيام المفترجة وبحق المطر اللي بتمطر يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.